هل انت مؤهل انك تكون مصمم ديكور؟ هل انت مؤهلة ان انت تكوني مهندسة معمارية؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. هل انا مؤهل ولا مش مؤهل اني اكون مصمم ديكور؟ طيب، انا اعرف ده ازاي اعرف اذا كنت مؤهل ولا لا؟ طيب، دلوقتي احنا اهم حاجة كنا بنتكلم عنها ان ممكن اي حد يكون مصمم ديكور، لكن في حاجات محتاجة تكون عندي علشان اكون مصمم ديكور، علشان اعرف ان انا فعلا لو بقيت مصمم ديكور هكون مصمم ديكور ناجح. طيب، اول حاجة ان انا لازم يكون عندي حس فني. يعني ايه حس فني؟ يعني عندي ذوق في الحاجة. تمام. طيب، هل ده بيبقى موجود في الناس ولا ممكن يكتسب؟ جزء وجزء. ممكن يكون عندي نسبة من الحس الفني وان انا اكتسب الباقي باني ادرب نفسي واحسن من مهاراتي. ازاي؟ ابدأ اركز في التفاصيل. يعني كل ما اكون في مكان، كافيه، ريستورانت، اوتيل، whatever المكان اللي انا فيه، ابدأ اركز في تفاصيل الفurniture، تفاصيل الحيطة، الكلادنج عليها ايه، الديزاين بتاع المكان اللي انا فيه، العلاقات ما بين السقف والارض والحيطة. كل الحاجات دي بتنمي الحس الفني. هو ده كده بس؟ لا، كمان انا محتاجة انمي ده باني اشوف ديزاينز كتير. انا عندي دلوقتي اوبشن ان انا اشوف اي حاجة في العالم. الانترنت خلى الدنيا كلها مفتوحة على بعضها، فرصة كبيرة ان انا انمي من مهاراتي. طيب، حاجة تانية دايما بتسأل، هو انا لازم اكون بعرف ارسم علشان اخش ديكور او عمارة؟ طبعا لو انا بعرف ارسم دي هتبقى فرصة كويسة وهيبقى بونص ليا. لكن لو انا مش بعرف ارسم، هل مفيش امل ان انا ادخل؟ لا طبعا، في امل. انا ممكن اتعلم الرسم. انت دايما بتبقى محتاج اكتر حاجة انك ترسم ريسبكتيف، يعني المنظور. مش لازم تكون موهوب انك بترسم شجر ولاندسكيب واشخاص بورتريه وكده، لا. احنا عايزين رسم سكتش منظوري. ان انا مثلا لو بوضح فكرة لكلاينت او بوضح فكرة التيم بتاعي اللي هي او الفريق اللي انا هشتغل معاه، فده محتاج ان انا ابقى بعرف منظور، ودي حاجة ممكن اتعلمها. حاجة كمان، برامج الكمبيوتر يا جماعة. لازم اتعلم كل برامج الكمبيوتر اللي موجودة دلوقتي، الاوتوكاد والريفت والفوتوشوب والثري دي ماكس. مش لازم ابقى بروفيشنال فيهم، بس لازم اتعلمهم، لاني انا مش هشتغل في مكان الا لما اكون بعرف البرامج دي. مفيش حد هيشغلني لا في شركة ولا في مكتب إلا لو أنا بعرف أشتغل البرامج دي. فرصة إن لو أنت لسه طالب أو لسه بتبدأ في المجال إنك تتعلمهم. طيب، إيه كمان؟ أنا محتاج أعرف الخامات اللي هشتغل بيها. لازم أنزل المعارض اللي بيكون فيها السبلايرز بيعرضوا الخامات بتاعتهم، أنزل أشوف إيه الجديد عند كل سبلاير، أدخل على النت، على الويب سايت، أكلم الناس، أعرف الماتيريالز اللي هقدر أوظفها، إزاي هقدر أعمل تصميم مختلف من غير ما أعرف الجديد في كل خامة. الخامات، الدهانات، الأرضيات، الأسقف، حتى الأسقف المعالجة، الأسقف الجرين بيلدينج، إزاي هستخدم الماتيريالز دي لازم أبقى عارفاها، يبقى عندي خلفية عنها. أنواع الرخام، أنواع الدهانات والإفكتس بتاعتها، الفلورينج دلوقتي موضوع كبير، احنا مش بنتكلم في خشب ولا بورسلين ولا سيراميك. كل حاجة من الحاجات دي بقى فيها تايلز مختلفة وإفكتس مختلفة ومعالجات مختلفة. لازم يبقى عندي باك جراوند عن كل الحاجات دي. لازم ما اتكسفش اني اسأل لو انا مش عندي المعلومة. اسأل سبلاير، اسأل كونتراكتور، اسأل عامل، حتى ازاي دي بتنفذها. لو كل حد صغير بقعد جنبه هتعلم منه حاجة هتفيدني وانا برسم وانا بعمل ديزاين. كل الحاجات دي مهمة. ده سريعا ازاي انمي مهاراتي علشان اكون مصمم ناجح، سواء ديكور او عمارة. مش بكتفي بس بالدراسة في الكلية او حتى بالكورسز، لازم انا يبقى عندي تجربة عملية. ننزل سايت
ننزل الموقع ونشوف العامل بينفذ ده ازاي. لازم اتعلم الرسومات التنفيذية، ازاي بيرسم التفاصيل الجميل. الحيطة الكلادنج دي حلوة جدا، بس دي هتتنفذ ولا لا؟ لازم ابقى فاهم هي بتتنفذ ازاي، علشان لما اعمل تصميم ما يجيش مهندس او مقاول يقولي لا والله اللي انت عامله ده ما يتنفذش. لا، ابقى فاهم ده بيتعمل ازاي، اديله حلول. الخامة دي تقدر تديني ايه، وهركب ازاي، وهنفذ ازاي، وهثبت ازاي. كل الحاجات دي مهارات بتكتسب. كل الحاجات دي اقدر تكون عندي لو هي مش عندي، وده اللي هيأهلني اني اكون مصمم ناجح ومتميز. اتمنى اكون قدرت افيدكم الحلقة دي. لو عندكم اي استفسار اكتبولي في التعليقات، وما تنسوش لو لسه ما عملتوش اشتراك في القناة اشتركوا علشان يوصلكم كل جديد معانا. واشوفكم الحلقة الجاية، والى اللقاء.